كتير للأسف ما بيكونوش مدركين حجم الألم اللي بتعاني منه المصابة ببطانة الرحم المهاجرة أو الاندومتريوزس، المرض اللي للأسف بيصيب سيدة من كل 10 سيدات في العالم. والمشكلة إن أغلب اللي بيصابوا بيه ما بيعرفوش غير بعد حوالي 5 ل 10 سنين من بداية الأعراض. طب إيه هي بطانة الرحم المهاجرة؟ هي ببساطة إن خلايا شبه بطانة الرحم الطبيعية بتظهر بره مكانها الطبيعي، زي المبايض، قناة فالوب، أو حتى جدار الحوض. والمشكلة إن الخلايا دي بتتفاعل مع الهرمونات زي البطانة الحقيقية بالظبط، يعني كل شهر بتكبر وبتنزف، لكن ما بيكونش فيه مكان يخرج منه النزيف. وده اللي بيعمل ألم شديد وقت الدورة أو أثناء العلاقة أو أثناء التبول أو الإخراج. ده طبعا غير نزيف غزير وصعوبة في الحمل. لكن السؤال، ليه المرض ده بيحصل أصلا؟ في كذا سبب ممكن يؤدي لبطانة الرحم المهاجرة، زي الحيض المرتد، وده لما جزء من دم الدورة بدل ما ينزل بيرجع للخلف القناة فالوب ويترسب في أماكن مش المفروض يكون فيها. وممكن يحصل بسبب عوامل وراثية وجينية، فلو في تاريخ عائلي للمرض احتمالية الإصابة بتزيد. كمان ضعف المناعة بيساعد في الإصابة بالمرض، وده لأن الجسم بيكون مش قادر يتخلص من الخلايا اللي ظهرت في مكان غلط، فبدل ما يهاجمها بيسيبها تنمو وتكبر. كمان الهرمونات خصوصا الاستروجين بيساعد الخلايا دي تنمو أسرع واقوى. بطانه الرحم المهاجره مرض مميت فعلا، عشان كده لو بتعاني من الم دوره شديد ومستمر ما تستهونيش بالموضوع، روحي لطبيبه متخصصه لان صحتك مش حاجه تهملي فيها، وما تنسيش تتابعيه.